يا ترى كان عندك كام سنة لما عرفت إن الفنان راغب علامة يبقى عم اللاعب أحمد فتوح؟ امبارح بالليل خرجت القاهرة 24 بخبر إن في مشكلة في معسكر الزمالك مع أحمد فتوح، وده اللي خلاه ما يبقاش موجود في خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا. وبعدها على طول اترد من قبل مصادر يعني قريبة من الزمالك إن اللاعب أخد إذن من إدارة نادي الزمالك ومن مدير الكورة والمدير الرياضي إنه هيغيب لمدة يومين عشان خاله عرفات محجوز في مستشفى أم المصريين. والناس قالوا له اوكي ماشي، خليك مع خالك ولا عمك وارجع تاني. فانا بقى احمد فتوح راجل بالغ وعاقل، عرفت اكيد ان حصل دوشه. الم نفسي، لا، ولا هو هنا. يقوم الفجر صحفي بيتابع الاخبار والحفلات الغنائيه والفنيه يقوم منزل له فيديو وهو مع صديقه وخله الجميل امام عاشور بيحضروا حفله الفنان راغب علامه في الساحل الشمالي. غالبا كده عمه ولا خاله كان قايل له لازم يطلع على الستيج يدعي له من هناك. ثم عقبها الصبح النهارده بان نادي الزمالك اعلن بيان بتغريم اللاعب مليون جنيه وتحويله للتحقيق نظرا لما بدر منه. فانا يعني رسالتي لجون ادوارد ونادي الزمالك بان احمد فتوح ده تفاحه فاسده يجب التخلص منها في اسرع وقت ممكن، ولا امل على الاطلاق في اصلاحه، لان لو مشكلته الاخيره ديت ما هزتهوش وخليته يعود الى رشده مفيش اي حاجه تانية في الدنيا ممكن تصلحه. وصح انك ما اعلنتش انك عرضته للبيع، لان اعلان العرض اللاعب للبيع ممكن يعمل لك مشكله، سواء في ان قيمته ممكن تقل او انك ما تقدرش تبيعه فيرجع بعد كده يقول لك انت قلت انك هتبيعه وما نفذتش القرار فيبقى شكلك وحش. فصح اللي انت عملته، لكن اتمنى ان الكواليس يبقى فيها القرار ده متاخد، وانك تكون دلوقتي بتسعى انك توفر له عقد سواء في الخليج او جوه مصر او في صفقه تبادليه مع بيراميدز او ايا كان. نرجع ونأكد تاني ان الفرقه فيها تفاح فاسد لازم يتم التخلص منه، والصباع اللي يوجعك وما تلاقيلوش علاج اقطعه.